بنت بتستخدم تطبيق المواعدة علشان تلاقي كلبة تتجوز الكلب بتاعها، لكنها بتقع في حب صاحب الكلب ده. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. نيكول مهندسة ديكور بس عايشة مهملة في حياتها جدا ومش مرتبة خالص حتى في بيتها، وده الكلام اللي بيقوله لها صاحبها قبل ما بيطفش منها ويبقى الاكس. ونروح لماكس اللي عنده مشكلة في انه دايما عايز كل حاجة حواليه معقمة ونضيفة ومترتبة، وبسبب ده ما بيطلعش من بيته بقاله سنة، وبيشتغل كمان من البيت لانه مش عارف يتعامل مع البشر، وبيكون مديره في الشغل هو صاحبه. ولما بيكلم الدكتورة النفسية اللي بتعالجه بتعرفه انه لازم يجيب كلب غيره ويعيش معاه في البيت علشان يبتدي يستقبل الاخر معاه في البيت برضه. وبيروح لملجأ الكلاب وبيختار اكتر كلبة مملة فيه وبيكون اسمها كلوي، وبياخدها للبيت وبيعرفها ان البيت كله تبعها ما عدا السيجار الاثري ده. وبنروح لنيكول اللي في عشاء عائلي مع امها واختها وخطيبها كمان الجديد، وطبعا امها بتفضحها قدامه بتعرفه ان بنتها مهمله وعشوائيه، فبتقول لها يو يا ماما انا كده هتكسف، وبتتضايق جدا. ولما بتروح بتلاقي كلب في الشارع فبتاخده معاها على البيت وبتروح بيه تاني يوم للدكتور، وبيعرفها ان الكلب الذكر ده هو ذكر فعلا بس مش بيخلف. وبتنصح دكتورة ماكس ان يشوف له كلبة على تطبيق المواعدة، وبالصدفة نيكول بتعمل كده هي كمان في نفس الوقت وبيتقابلوا مع بعض، لكن الكلاب بيسهوهم وبيروحوا يندمجوا مع بعض ورا الشجرة. وبيغضب ماكس جدا وبيقول لنيكول انه مش قادر على تربية كلبة واحدة، انتوا كده هتعملوا لنا فريق كورة. فبتعرفوا انه كده كده كلبها مش بيخلف وبتطمنه، لكنه برضه بيغضب جدا وبياخد كلبه وبيمشي. وبعد شهور بيكون مع نيكول شغل مهم جدا مع عميل غني، وماكس بيكتشف ان كلبته حامل. ولما بيعرف نيكول بتكون قاعدة مع العميل الغني وبتقول له في التليفون ازاي ده الدكتور قال لي ان هو مش هيخلف تاني، ده انا شفته بعيني. فبيقلق منها العميل الغني وبيعرف ان هي مسيكبة وبيهرب منها بسرعة. والدكتور فعلا بيكتشف ان الكلبة حامل في 4 جراوي، وبينصح الدكتور ان الكلاب تقرب اكتر من بعض خلال الحمل، وبيعملوا كده فعلا. لكن ماكس مش بيقدر على تصرفات نيكول الهمجية، وبتبتدي هي كمان تعدل من سلوكها، وهو كمان بيبتدي يتقبلها في البيت عنده. لكن في نفس اليوم بالليل بتجيب العميل الغني للبيت وبيكون سكران وبيولع السيجار الاثري بتاعه، فبيطردهم هما الاتنين بره. وبترجع نيكول تاني يوم تعتذر لماكس، وكمان بيبتدي العلاج ينفع معاه وبيرجع لشغله، وبيخرجوا بالليل مع بعض وبيغني قدام الناس. وبتولد كلبته بعدها 4 جراوي وبيحتفلوا مع بعض. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى اللايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.